ما حكم صيام من لا يصلي؟ هذه المسألة دائما أقول متعلقة أولا بحكم من لا يصلي أصلا، الذي ترك الصلاة والعياذ بالله أو لم يصلي في حياته. قلنا هذه المسألة فيها 3 أقوال. كان قول من العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، فهذا قالوا لا تقبل منه أي عبادة، وهو مذهب الإمام أحمد وعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه. طائفة الأخرى اللي هم الجمهور أكثر العلماء قالوا تارك الصلاة ليس كافرا، وإنما يعد من الفساق والفجار، لأنه ارتكب واحدة من أكبر الكبائر على الإطلاق، أعظم إثما من القتل والفاحشة والسرقة وغيرها، لكنه مسلم وبالتالي صومه صحيح. القول الوسط ماذا يقول؟ يفرقون بين من لم يصلي أبدا في حياته فقالوا هذا ليس من المسلمين، وبين من يصلي ويترك، والله صلى عام وبطل، قال لك هذا صلى ينطبق عليه يعني أنه صلى ولو مرة في حياته. فيفرقون بين الترك المطلق الذي لا يصلي أبدا ومطلق الترك، يعني ترك أحيانا الصلاة. الصحيح هو مذهب الجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها، إلا إذا قال أنا الصلاة ليس واجب علي، هذا ليس من المسلمين عند جميع الفقهاء. لكن عموم الناس لنعرفهم والمتكاسلون المتهاونون مسلمون، والدليل أنهم يصومون. فسئلت اليوم قيل لي هل يجوز أن يصوم تارك الصلاة؟ قلت لا أقول يجوز، نقول يجب أن يصوم، لأنه ذمته لا تبرأ حتى يصوم. بقي الإشكالية كونك يا أخي تاركا للصلاة أن الأجر تاعك في الصوم قليل. ما هو دليل على هذا؟ ذكرناه مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واضح؟ يعني احنا بمناسبة الامتحانات الزهر تاع التلاميذ طحنا في رمضان، يعني لما تغش في رمضان راك نقص الصيام تاعك في الأجر، فهمت؟ إذن هذا من الأعمال السيئة التي تنقص أجر الصائم. وشهادة الزور، أمنا عائشة كانت تقول الذي يغتاب مسلم، تهضر على مسلم بما يكره، قال لك صيامك باطل، فما بالك وأنت لا تصلي أصلا. فأنا أدعو الشباب والكبار حتى كبار اللي ما يصلوش والنساء اللي ما يصلوش أن يتوبوا في رمضان. يا سيدي احنا ماذا بينا قبل رمضان، ولكن فرصة رمضان دائما نحن الجزائريين نستغلها كبداية للتوبة، أو أكثر الناس. هاك تشوفوا كان اللي صاموا معنا رمضان اللي فات وما صاموش هذا، ممكن رمضان الجاي ما تعيش باش تتوب، فسارع إلى التوبة. احنا نعاود نتكرر نطرح معلماته يعني من إخواننا وأقاربنا وجيراننا وأبنائنا وحتى من تلاميذنا اللي توفوا رحمه الله صلى يرحمهم. فانترك على قيد الحياة، فلماذا لا تصلي؟ بينك وبين الصلاة أن تغتسل